بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أيها السادة والسيدات متابعينا مشاهدينا عبر منصة الفيسبوك، صباحكم سعيد. جمعة مباركة. نلتقيكم من خلال فيديو جديد، وهذه المرة مع جديد المنتخب الوطني الجزائري، حيث كشف المدرب السويسري للمنتخب الوطني الجزائري صبيحة البارحة الخميس عن قائمته المعنية بتربص شهر جوان الذي تتخلله وديتان. المواجهة الودية الأولى تجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الرواندي على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بداية من الساعة 6 مساء يوم 5 جوان. أما المواجهة الثانية تجمعه بمنتخب السويد، أحد أقوى منتخبات الإسكندنافية في مدينة أوسكوم السويدية بداية من الساعة 8 ليلا، حيث تمت قائمة المدرب فلاديمير فيتكوفيتش 29 لاعبا. ولكن قبل أن نبدأ تطرق للأسماء التي عادت، يجب علينا أن نطلع على قائمة بداية، حيث القائمة شهدت القائمة عودة كل من الحارس نادي كون الفرنسي أنطوني موندريا، وعودة المدافع المحوري لنادي الترجي التونسي محمد لامين توغاي، وأيضا عودة زروقي لاعب نادي فراينورد روتردام الهولندي، وعودة عوار حسام لاعب نادي اتحاد جدة السعودي وبطل الدوري السعودي الأسبوع الماضي. وكذلك عودة نبيل بن طالب لاعب نادي ليل الفرنسي بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها والتي أبعدته عن الميادين لفترة طويلة، حيث كشف المدرب فلاديمير فيتكوفيتش خلال ندوته الصحفية بأنه كان قادرا على استدعاء نبيل بن طالب خلال تربص شهر مارس الماضي، لكنه تريث قليلا واستدعاه هذه المرة، فيما شهدت القاطرة الأمامية للمنتخب الوطني عودة نجم نادي الشمال القطري وسفاح الكرة الجزائرية بغداد بن نجاح القائمة لما نشاهد، يعني تعرض فلاديمير فيتكوفيتش لعدة انتقادات جراء عدم استدعائه لعدة أسماء، وأبرزها عادل بولبينا هداف البطولة الوطنية ولاعب نادي أتلتيك بارادو، حيث قال فلاديمير فيتكوفيتش حول عدم استدعاء عادل بولبينا كالتالي. قال بأن عادل بولبينا لديه عدة نقاط ضعف، وأنا لا أريد أن أتطرق إلى هذه النقاط الضعف. هكذا قال فلاديمير فيتكوفيتش. كما قال فلاديمير فيتكوفيتش بأن عادل بولبينا ما زال صغيرا ولديه الفرصة في البروز مع المنتخب الوطني المحلي. كنا تعرض لانتقادات. أنا أرى بأن القائمة منطقية لأبعد الحدود. لماذا منطقية؟ لأن المنتخب الوطني كان في مرحلة انتقالية، انتقالية. يجب الآن أن نحافظ على الاستقرار في الأسماء من أجل بناء فريق قوي، من أجل المنافسة على كأس أفريقيا وعلى التأهل إلى المونديال 2026، وهو الهدف الأول بالنسبة للمدرب فلاديمير فيتكوفيتش. كما تعرض فلاديمير فيتكوفيتش لانتقادات حول استدعائه ل 29 لاعب، حيث قال أحد الصحفيين في أحد القنوات كنت أتابع أمسية البارحة، قال بأنه 29 لاعب مبالغ فيها كثير. لا، غير مبالغ فيها. هذه بالنسبة لي غير مبالغ فيها. لماذا غير مبالغ فيها؟ لأنه فلاديمير فيتكوفيتش يريد مباراة الأولى أمام رواندا بتشكيلة ومباراة السويد بتشكيلة. لما نذهب إلى سيناريو المباراتين، سيناريو المباراة الأولى ستكون المباراة الأولى مباراة رواندا بالنسبة لعدة
الأسماء هي الفرصة لفرض وإظهار قدراتها بالنسبة للمدرب فلاديمير فيتكوفيتش. فيما ستكون مباراة السويد هي المباراة التي ستوضح لنا ما سيكون عليه المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا. نتطرق الآن إلى تصريحات فلاديمير فيتكوفيتش لموقع الاتحادية الجزائري لكرة القدم، حيث قال فلاديمير فيتكوفيتش بأنهم وجدوا المنتخب الوطني في حالة نفسية لا يرثى لها. نعم، وأنهم عملوا جاهدين من حول استرجاع الثقة بالنسبة للاعبين. كما تطرق التقني السويسري إلى مباراة غينيا، والتي قال عنها بأنها درس بالنسبة لهم، وأنها كانت هي الانطلاقة. كما كشف فلاديمير فيتكوفيتش بأن هدفه الرئيسي مع المنتخب الوطني هو بلوغ المونديال والذهاب بعيدا في كان المغرب 2025. وبالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري والفلاديمير فيتكوفيتش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبلوا تحياتي، كان معكم سيد محمد الإسلام.